يا مساء الخير عليكم، وحشتوني. يلا بينا بقى نكمل الجزء الثالث من الفيديوهات اللي كنا بنعملها، اصل الكلمات الهيروغليفية اللي احنا لسه بنستخدمها لحد النهاردة في حياتنا اليومية. تمام. هنلاقي زي ما قلنا ان كتير جدا من الكلمات اللي كان اصلها هيروغليفي لسه بنستخدمها لحد النهاردة وليها اصول. زي مثلا لما حد من الاطفال عندنا، احنا كان بتتقال لنا احنا صغيرين واحنا برضك بنقولها للاطفال لحد دلوقتي، كلمه تاتا. كلمه تاتا معناها امشي. تمام كده. فحتى احنا نقول لك للاطفال ايه؟ تاتا خط العتبه، يعني امشي وخطي العتبه. هنلاقي برضك كلمه زي كلمه شبشب. كلمه شبشب معناها الحذاء او الشيء اللي بيتلبس في الرجل. هنلاقي مثلا في الاماكن الحر او في الصعيد بالذات، تمام، بيقول لك الجو مصهد، يعني الجو نار. فكلمة مصهد دي يعني نار، فمعناها ان الجو حر نار. تمام. هنلاقي كلمة زي كلمة طنش. طنش دي بتتقال لما تكون انت ايه، مكبر دماغك كده، او مش عايز تعمل الحاجة دي، فيقول لك يا عم ده طنشني. تمام. فطنش اصلا معناها لم يستجب لعمل الشيء اللي المفروض يعمله. تمام. هنلاقي كلمة زي كلمة ست. كلمة ست معناها السيدة. تمام. حتى لما يجي يقولك يا ست الكل، يعني يا سيدة الكل. تمام. وهنلاقي بقى الناحية التانية كلمة سي. سي يعني الراجل. فكان زمان برضك الستات بتقول لأزواجها يا سي كذا، زي مثلا يا سي السيد، يعني يا راجلي يعني. تمام. هنلاقي كلمة زي كلمة مرت أو كلمة مرتي، ودي بتتقال أكتر في الصعيد برضو. ودي معناها زوجتي. تمام كده. وهنلاقي كلمة زي كلمة الصبح شقشق، معناها إن الصبح طلع أو الصبح سطع. تمام. كتير جدا من الكلمات، ولسه في معانا تاني كلمات زي هش. هش الدبان. هش معناها اخرج او امشي. فلما يجي يقول لك يا عم هش الدبان ده، يعني يا عم خرج الدبان ده. هنلاقي مثلا كلمة زي كلمة تراللي. تراللي دي بتتقال للناس اللي مخها تعبان، يعني واحد مخه مش موزون. تمام. هنلاقي كلمة زي كلمة تحمرق. يقول لك يا عم هو انت هتحمرق ولا ايه؟ هترجع في كلامك. فدي معناها ترجع عن وعدك. اخر حاجة بقى هنختم بيها الفيديو بتاعنا، ودي كانت من الحاجات اللي انا اصلا كنت هموت واعرف معناها، الجملة الشهيرة والاغنية الشهيرة بتاعت رمضان الشهر الكريم، وحوي يا وحوي اياحة. الكلمة دي انا قعدت فترة طويلة اقول يا ربي معناها ايه؟ يعني ايه وحوي يا وحوي اياحة؟ ليها اصل بقى فرعوني او اصل هيروغليفي، او ايه الموضوع؟ لما كان الهكسوس زمان محتلين مصر، وكانوا ملوك كتير بيحاربوا الهكسوس وكانوا بينهزموا للأسف، والهكسوس كانوا قعدوا فترة طويلة محتلين مصر، لغاية لما جه الملك العظيم أحمس وانتصر على الهكسوس بفضل تشجيع أمه الملكة إياح حتب. هي دي اللي شجعته، هي اللي خلته يطور الأسلحة بتاعة الحرب علشان يعرف يكسب الهكسوس. فلما فعلا انتصر على الهكسوس، طلع الشعب المصري كله بيهتف باسمها وبيقول وح وح إياح. يعني ايه وح 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 وح؟ او وح دي يعني تعيش. فكان وح وح يعني تعيش تعيش. إياح يعني الملكة إياح. تمام. إياح حتب. ففضلت الجملة دي بتتقال وح وح إياح وح وح إياح في معظم الانتصارات المصرية، لغاية لما اتحرفت لوحوي يا وحوي إياحة، وكانت بتتقال بردك في الاحتفالات لحد ما وصلت للاحتفال بالشهر الكريم شهر رمضان، وبقت رمز من الرموز اللي بتتقال في الأغاني بتاعت شهر رمضان. ودي كآخر حاجة حبيت أختم بيها الفيديو بتاعي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تقولوا لنا حابين نكمل ولا كفاية كده، وقولوا لنا بردك في حاجات من الحاجات دي كنتوا تعرفوها ولا لأ. ويا ريت لايك وشير واشتراك في القناة اللي أول مرة إن شاء الله يشوفنا، وفعل زر الجرس، وإن شاء الله أشوفكم بقى فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.